السلام عليكم. فقد روى الإمام البخاري في صحيح الأدب المفرد للإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا: يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو بها فأعرف الإجابة. أخذ جمع من العلماء بمضمون هذا الحديث أنه يؤخذ في فضائل الأعمال، فرأوا أنه من الأوقات التي يستجيب فيها الله عز وجل، وأنه يستحب فيها الدعاء. فقد قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم تعليقا على هذا الحديث: وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر. ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان، بل في الزمان، كما جاء عن الإمام البيهقي في شعب الإيمان قوله: ويتحرى الدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فيها الاستجابة تماما، فأما الأوقات فمنها ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء. وقد حسن الألباني هذا الحديث وقال: ولولا أن الصحابي أخبرنا بهذا الخبر لكنا قلنا هذا اتفق لرسول الله أنه دعا فاستجيب له في ذلك الوقت من ذلك اليوم. ولكن أخذ هذا الصحابي يعمل بما رآه من الرسول صلى الله عليه وسلم يوما ووقتا ويستجاب له. إذا هذا أمر قد فهمناه بواسطة هذا الصحابي، وأنه سنة تعبدية لا عفوية، فاغتنموا هذه السنة النبوية، وأقبلوا على الله بالدعاء والإلحاح فيه، وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يذخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فلا تدعوا بالإثم ولا قطيعة رحم حتى يستجاب لكم. وتذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. أتمنى أن يعجبكم محتوى القناة، وأن تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.